علاش الصحافة العالمية والأوروبية اعتبروا باللي نصف النهائي ما بين برشلونة والإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا هي أكثر مباراة انتقامية في تاريخ دوري أبطال أوروبا؟ ركز معايا باش تفهم. قبل ما يدرب مورينيو الإنتر كان تيدرب فريق تشيلسي. وقع عليه مشكل مع إبراهيموفيتش رئيس تشيلسي بسبب تشيفشينكو، لأن الرئيس ديال تشيلسي كان باغي تشيفشينكو يكون رسمي في التشكيلة، لكن مورينيو كان كيعتمد على دروغبا، لأن دروغبا كان هو الهداف، ومعاه مورينيو استطاع أنه يفوز بجوج ديال الدوري الإنجليزي في موسمين متتاليين. في هذا الوقت هذا غيتصدم مورينيو بالإقالة ديالو من طرف رئيس نادي تشيلسي. وهنا مورينيو كان باغي يدرب فريق برشلونة واتفق معهم على كل شيء، بحيث انه صرح باللي كل شيء تم على ما يرام وانه مستعد باش انه يدرب فريق برشلونة. لكن المشكل هو ان برشلونة تقلبوا عليه بسبب غوارديولا. وهنا غيبدا اول صراع او انتقام ما بين مورينيو وبرشلونة وما بين مورينيو وغوارديولا. اما الانتقام الثاني فكان ما بين غوارديولا وصامويل ايتو. كيف ما كيعرف كل شيء، فغوارديولا ملي جا البارسا من الاخير ما بغاش ايتو يبقى معاه، وبغى يجري عليه باي طريقه، بحيث انه ما كانش كيهضر معاه بصفه نهائيه لا في التدريب ولا اثناء المباراه. هادشي هذا اللي صرح به صامويل ايتو من بعد. هادشي هذا خلى ايتو انه يمشي للفريق ديال انتر ميلان. وشكون اللي غيكون كيدربو في ديك اللحظه؟ غيولي كيدربو المدرب جوزي مورينيو. شنو وقع من بعد؟ هنا ملي تلاقات البارسا والانتر في نصف نهائي دوري الابطال، ايتو غيعتبر المباراه انتقاميه بدرجه اولى من غوارديولا، وما غيعتبرهاش مباراه عاديه في نصف نهائي دوري الابطال. اما الصراع الثالث فكان ما بين مورينيو واللاعب زلاتان ابراهيموفيتش، بحيث ان مورينيو ملي جا يدرب فريق الانتر ميلان كان ديك الساعه ابراهيموفيتش كيلعب مع انتر ميلان، ولكن البرشلونه كانوا بغاو زلاتان انه يجي يلعب معاهم. في هذه الوقيته مورينيو طلب من زلاتان انه يبقى معاه ووعدوا باش انه غادي يفوزوا بدوري ابطال اوروبا. لكن زلاتان بالغرور ديالو فضل انه يمشي عند غوارديولا، وقال بالحرف باللي انا مع غوارديولا نقدر نفوز بدوري ابطال اوروبا، ولكن مع مورينيو والانتر ما نقدروش نفوزوا بدوري ابطال اوروبا. هنا من مورا ما مشى ابراهيموفيتش لبرشلونه، مورينيو غياخذ الامور بمحمل الجد ضد زلاتان، وغيبغي يثبت ليه باللي هو احسن منه واحسن من غوارديولا. المباراه انتهت في الذهاب 3-1 لصالح انتر ميلان، وبالاياب غتخسر الانتر ب1-0، وغيتاهل فريق انتر ميلان لنهائي دوري ابطال اوروبا تحت قياده جوزي مورينيو. هنا من بعد نهايه المباراه مورينيو غيصرح باللي هذه هي احسن هزيمه في التاريخ ديالو، لحقاش واخا خسر تاهل للنهايه، وبشي اي تاهل، ولكن التاهل اللي كان على ظهر فريق برشلونه اللي تخلى عليه في اللحظات الاخيره من بعد ما كان الاتفاق ديالو على انه يدربه، وكذلك تاهل على ظهر ابراهيموفيتش اللي فضل غوارديولا عليه. وما ننساش ان جوزي مورينيو كان عنده مشاكل ضد الصحافه الايطاليه اللي كانوا كيعتبروه انه مدرب فاشل، وكان بغى يثبت لهم باللي هو احسن مدرب في العالم. ومن هنا كان خرج التصريح ديالو اللي باقي لحد الساعه كلشي كيهضر عليه، سبيشال وان. من بعد ما فاز مورينيو بدوري ابطال اوروبا خرج وقال لهم انا هو احسن مدرب في العالم وانا رقم 1. وشكرا.